ليه ما نكدبش رغم ان الكذب ممكن يبان انه اسهل طريقه للخروج من اي مشكله؟ عملت الواجب ولا لا؟ عملته بس نسيته في البيت. اكتر كذبه اتكتبت في التاريخ، وبعد ما كبرت اكتشفت ان المدرسين اصلا ما كانوش بيصدقوها ولا حاجه، هم كانوا بيعدوها بمزاجهم علشان عدت عليهم زحلومية مره قبل كده ومش فاضيين يقعدوا يجادلوا مع كل واحد. فليه ما نكدبش؟ الكذب ممكن يعتبر طريقه سهله جدا للخروج من اي موقف. اولا طبعا ما تكدبش عشان الكذب حرام، وده لازم يكون سبب كافي بالنسبه لك ايا كان دينك. مفيش دين في الدنيا بيقول الكذب حلال، اكذب براحتك. بس لو ده مش كافي بالنسبه لك، انا هقول لك على حاجات تخليك تشوف الكذب بشكل مختلف شويه عن الصوره المعروفه ان هو مجرد حاجه حرام بس احيانا بتستخدمها عشان تخرج من اي موقف. ما تكذبش علشان اللي بيكذب كذبه بيبذل مجهود كبير قوي عشان يقنع نفسه انه يصدقها، عشان عارف ان هو لو مش مقتنع بكذبته مش هيقدر يقنع غيره بيها. والكذاب اللي بيصدق من جواه كل كذبة بيكذبها، أكبر أذى بيعمله في نفسه هو إن هو بيجي عليه وقت وما بيقدرش يقف قصاد المراية ويواجه نفسه بحقيقته وعيوبه علشان يصلحها، لأنه مش واثق في أي حد ولا حتى الشخص اللي هو شايفه قدامه في المراية، لأنه عارف إنه بيكذب حتى على نفسه. طيب ما تكذبش لأن الكذب بيدمر الاقتصاد. إيه ده بيدمر الاقتصاد؟ أيوة، المستثمر ما يقدرش يستثمر في بلد كل اللي فيها كذابين. رجل الأعمال أو المستثمر كتير من صفقاته بيعملها شفهيا أو بالتليفون. لو جات له فرصة جديدة فورا بيكلم الموردين عنده علشان يحجزوا له البضاعة اللي عايزها للمشروع الجديد. لو المورد كذب وقال له إن البضاعة جاهزة وهي مش جاهزة، أو وعده بإن هو يديله البضاعة وفي الآخر اداها لحد تاني عشان يكسب فيها ولو جنيه زيادة، رجل الأعمال ده هيخسر المشروع وبالتالي هيخسر فلوسه وممكن ياخد باقي فلوسه ويطلع من البلد. الموظفين اللي عند رجل الأعمال ده لو كل شوية يقولوا له كذا خلص وهو ما خلصش، أو كذا تنفذ وهو ما تنفذش، أو يقولوا له إنها اتنفذت صح وهي متنفذة غلط علشان الموظفين كذبوا في سيفيهاتهم وقت ما تعينوا وهم ما يستحقوش الأماكن اللي هم فيها، هيخسر لأن شغله مرتبط بشروط جزائية ومواصفات، ومرة على التانية فعلا ممكن ياخد فلوسه ويطلع من البلد. وده أكبر سبب في قوة اقتصاد اليابان. الصدق والأمانة في كل كلمة بتتقال هناك بيخلي أي مستثمر واثق إلى حد كبير جدا في كل الناس اللي حواليه، سواء موظفين أو موردين أو غيرهم. لازم يكون في حد أدنى من الثقة عشان الأمور تمشي. مش كفاية بالنسبة لك؟ طيب ما تكذبش علشان العالم ما ينقلبش الجحيم. أيوة جحيم فعلا. أقول لك إزاي؟ أنا لو سألتك اللون ده إيه هتقول لي أزرق. هو فعلا ازرق، بس انت عرفت منين ان اللون ده اسمه ازرق؟ علشان في حد جالك وانت صغير وقال لك اللون ده اسمه ازرق، وحد جالي وانا صغير، مش نفس الشخص طبعا والا هتبقى مفارقه غريبه، وقال لي نفس الكلام ان اللون ده اسمه ازرق، وبالتالي بقى سهل عليا ان انا اتفق معاك بكل سهوله ان ده فعلا ازرق. تخيل لو ان اللي علمك كذب عليك وقال لك ان ده اسمه اخضر، واللي علمني كذب عليا وقال لي ده احمر، وكل واحد غيرنا وهو بيتعلم اتكذب عليه كذبه مختلفه. لما اجي اسالك اللون ده ايه هتقول لي اخضر، انا هقول لك لا ده احمر، غيرك هيقول لا ده اصفر، ومفيش حد فينا هيعرف مين الصح ومين الغلط. الكارثه الحقيقيه مش في كده، الكارثه الحقيقيه ان الناس اللي يعرفوا اسماء الالوان الحقيقيه وكذبوا علينا هيجي عليهم وقت وهيموتوا، وهتموت الحقيقه معاهم، وهيفضل العالم من بعدهم تايه مش عارف الالوان دي اسمها الحقيقي ايه. تخيل لو ان ده حصل في كل حاجه مش بس في الالوان، هنعيش ازاي؟ حياتنا هتنقلب فعليا لجحيم. ممكن تتخيل ان الموضوع مش بالدرجه دي، هو فعلا مش بالدرجه دي لحد دلوقتي، لان مش كل الناس بتكذب طول الوقت في كل حاجه، بس انت اللي بايدك تختار قد ايه من الجحيم ده انت عايزه يبقى موجود في العالم اللي انت عايش فيه دلوقتي على قد الكذب اللي بتكذبه. طبعا الاسباب اللي تخليك ما تكذبش اكتر بكتير جدا، مش بس دول، واحنا في الاساس مش محتاجين دليل يقولك ان الكذب حاجه وحشه، بس اللي خلاها حاجه عاديه عند ناس كتيرة هو انهم بدأوا يسموه باسماء تانية. ركبت له حوار، لا اسمها كدبت عليه. قول له اي حاجة، لا اسمها اكدب عليه. مفيش حد فينا ملاك وما بيغلطش، بس لو رجعنا نسمي الحاجات بمسمياتها الحقيقية ده هيرجع الاحساس للناس بان فعلا الحاجة دي المفروض ما تحصلش. ما تنساش اللايك وفولو والشير. سلام عليكم.